السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو هيكون تلبية للطلب اللي طلب في الفيديو الاخير، وهو ان عايزين تعرفوا طريقة التخفيف بتاع زيت دون، او ازاي اعمل منه هير برفيوم ريحته ثابتة وفواحة وفي نفس الوقت بيرطب شعري، وازاي برضه اعمل منه بودي سبلاش. بس هخلي ده لاخر الفيديو لو حد عايز يروح له يعني. ودلوقتي هبتدي معاكم الويش ليست بتاعتي. النهارده انا عايزه اكلمكم على العطور اللي انا بفكر اجيبها. بقالي فتره بجرب سامبلز، فتعالوا نختبر شويه سامبلز كده من اللي عندي. جبت عطور جديده لسه نازله، حاجات جديده جربتها، في حاجات حابه ان انا اجربها قوي، في حاجات مش ناويه اجربها خالص. فتعالوا اشارككم الفكره نفسها. دايما بقول رغم كل العطور اللي ممكن تكون بدايل او اسعارها كويسه، انتي لازم يكون عندك عطر قيم غالي كده، عطر اوقات اللي فيها مناسبات خاصه، اوقات كده فيها فخامه. هبتدي معاكم باول عطر وهو مليون جولد فور هير. والعطر ده من اكتر العطور اللي اول ما جربتها عجبتني جدا، ولان سعرها وصل دلوقتي ل5000 جنيه. انا جبت منها ديكانت، منها ارضي نفسي ومنها اشوف هل انا هفضل احبه وانبهر بيه فتره طويله من الزمن ولا لا، لان احيانا مع الاستخدام العطر بيفقد رونقه. يعني مجرد امتلاكك ليه ممكن تحسي ان انتي خلاص يعني لا، مش محتاج كل الفلوس دي وترجعي تبيعيه تاني. فانا قلت اعمل كده، ودي نصيحتي ليكي، انك تجربي العطر الاول سواء عينه كده او ديكانت، تشوفي انتي هتملي من العطر ولا لا. وغالبا الديكانت هي اللي بتديكي الاحساس ده. المهم نروح للعطر. العطر ده اسمه مليون جولد فور هير، وخلوا بالكم عشان كلمه فور هير دي بتفرق بين الاصدارين، لان في اصدار شبهه قوي في شكل العلبه رجالي. هنا بقى عايزه اكلمكم عن المعنى الحقيقي للتعطر. عارفين كل واحدة بيبقى بالنسبة لها في تعريف كده للعطر، يعني في سنت معينة كده لما بتشميها بتحسي ان في حد متعطر هنا، في ريحة غنية، في ريحة شيك، في حاجة فخمة، في رقي، في حاجة مرضية للكل. صعب ان حد ما تعجبوش حتى لو المكونات مش عاجباه او هو ملوش في المكونات دي. مليون جولد من اول رشة اداني الاحساس ده. من اول رشة هتشمي ريحة الثراء بتاعت لبر، على جاذبية لبل، على شياكة العطور الزهرية ونضج الطحالب والأخشاب اللي هي موجودة مثلا في حاجات زي جورداني جولد والحاجات دي. نور الشمس اللي بينور من العطر بسبب ريحة الزهور الصفرة. طبعا هتشمي إحساس كلين جاي من المسك والزهور البيضاء. العطر بيبتدي بنوتة سويتية فاكهية من الكمثرى مع لمحات صابونية بودرية شوية من اللافندر والياسمين، وريحة الورود الصفراء والورود الوردي اللي هي البينك اللي مخليه العطر ده ريحته شيك جدا. العطر ده بجد يا جماعة عايز الناس اللي بتحب الذهب. عارفين البنات اللي بتحب تلبس اللي هي الانسيالات والسلاسل كتير طبقات فوق بعض لايرنج كده، وبتحب تلبس الاكسسوارز الذهبي والستانلس الحاجات الفرعوني مع فساتين ذهبي، بتحب اللون الجولد عامة، هو ده مناسب ليهم جدا. العطر ده تحسه كده كأنك بتتمشي في مول في دبي، مبهج جدا، ريحته ريحة شوبينج، من اكتر العطور اللي بتعجب الستات عشان ريحتها خروج وشوبينج ومولات وصرف كتير. هو ده العطر اللي لما تشميه تحس ان انت مروحة البيت بشنط كتير قوي كده. العطر ده اداؤه عالي، اداؤه عالي قوي، وثباته وفوحانه حلو جدا. العطر فكرني نوعا ما بعطر فام من ناحية انه عطر تروبيكال فانيليا زهري، ولكن اختلاف الرائحة بينهم واضح جدا يا جماعة. ده احلى بكتير، غير ممل اطلاقا. طبعا عندي فام وانتوا عارفين، بس بمل منه بعد وقت بسيط. يعني اول ما برشه بحب افتتاحيته، وبعدين اول ما بيبتدي يقلب على ريحة زهور كده بمل منه. ده كمان فيه زهور، وهو اصلا معتمد على الزهور البيضاء، ولكن الزهور هنا ريحتها احلى بكتير بكتير. كل ما بتشميها بتحسي ان الزهرية هنا متعوب عليها، هي زهرية معمولة بتوازن بحرفية عالية. فعلا مش قادرة ما احسش ان هو في ريحة موز. عارفين ريحة كريم الشعر بتاع جارنيه اللي كان بريحة الموز شوية ده؟ بحس اني شامة فايب قريب منه هنا، وده طبعا بسبب ظهور اليالينج يالينج، ولكن هي مش واضحة او بشكل فروتي، ولكن مخليه العطر ده جميل. هو عطر متزن ما بين الزهور والفروتس والريحة الشيك اللي هي فيها كلين نظافة وفيها لافندر استرخاء كده. حسي العطر لذيذ قوي، غير طبعا شكل البوتل التحفة.
بتاعها، فطبيعي ان اول ما ينزل عليها اوفر هجيبها. بعدين جوتشي فلورا، وده من العطور اللي حبيتها جدا جدا جدا. وهقول لكم ليه انا حبيت العطر ده. يمكن عشان انا بحب الفايبس دي. العطر ده الفايبس بتاعته عامله ازاي؟ ده نفس الفايبس اللي بتدهاني المستات بتاعت باث اند بادي اللي كانت فيها ريحه كوكونات، زي مثلا اللي هي واكيكي كوكونات او كوكو بارادايس. الحاجات اللي هي فيها ريحه الكوكونات بشكل فريش، بشكل فيه احساس ملحي. عارفين جو اولمبيا، جو العطور اللي تحسيها صيف بس بتاعت بحر بقى. ده غير انا بحب ريحة الاوركيد جدا، فتخيلوا بقى لما يكون داخل معاها كمان فانيليا، ففانيليا واوركيد. هو ريحته عبارة عن ريحة فانيليا وفانيليا اوركيد واوزونيك. النوتات الاوزونيك ديت بتبقى ريحتها عاملة ازاي؟ بتبقى ريحة الهواء المختلط بنسيم مية البحر. فتخيلوا كده كأنك بتشمي الهواء ده على البحر، اللي هي البخار بتاع مية البحر مع ريحة الهواء اللي هو القوي، او نسمة الهواء الحلوة بتاعت البحر. العطر ده من العطور اللي انا بشوفها عطور عطرية. يعني ايه عطور عطرية؟ بصوا، انا بحس ان في عطور ريحتها بتديكي فايبس عطري، يعني انتي بتشميه من بعيد شم ده بيرفيوم. انا شامه ريحه برفيوم من بعيد، ممكن اكون مش فاهمه مكوناته، ممكن ما اكون مش قادره ان انا افسره، بس انا شامه ريحه عطر. ده ريحه برفيوم. غير عطور تانية زي مثلا بيانكو لاتيه، زي نبراس، زي شوكو ماسك. في عطور كده الناس لما تشمها تقولك انا حاسه ان انا شامه ريحه كيك، انا شامه ريحه شوكليت. حتى الحبهان لما بيبقى في عطور، بعض الناس تقولك انا شامه ريحه شوربه، او ريحه قهوه، انا شامه ريحه حد بيشرب نسكافيه مثلا، او في حد عامل نسكافيه. لكن العطر ده اول ما بتشميه حتى لو على مسافه بعيده هتقولي انا شامه ريحه برفيوم، انا شامه ريحه حد متعطر، انا شامه عطر. حتى لو انتي ما عندكيش القدره انك تميزي مكوناته، لكن انتي شامه ريحه عطر. مش هتشبهيه بكيك عشان فيه فانيليا، ولا هتشبهيه حتى بورده عشان فيه ورود او اوركيد، ولكن هتستحضري حالة وكأنك ماشية على البحر. فده العطر اللي انا بحس ان هو يتقال عليه عطر. ريحته شبه المركبات العطرية اللي هي فواحة صابونية نظيفة شيك. ريحة كده تشدك من بعيد، كأنك مثلا في مصنع صابون، حواليكي روايح كتير حلوة ونظافة وفريش، لكن مش عنصر بعينه، فاهميني؟ فالعطر ده كده، وده مش عيب فيه، لان العطر هنا ميزته ان هو مجرد ما بترشيه هو بيعلن عن وجودك وتميزك. العطر ده بيبدأ بنوتة فريش صابونية مخلوطة بزهور صناعية زي الأوركيد اللي ريحته فريش برضو، مع ريحة فانيليا مانعها شوية ان هي تكون ريحة فانيليا مخبوزات. وجود النوتة الملحية، النوتة الملحية هنا مدياله احساس لوشاني كده كريمي. كل لما العطر بيبرد بتبان اكتر النوتة الملحية دي، وبتاخد العطر في اتجاه عطور الشواطئ ومستات زي بتاعت باس اللي لسه قايلالكوا عليها، الحاجات اللي فيها جوز هند وفانيليا بس بشكل فريش وصابوني، مش بشكل جورماند. فهنا بتحسي ان في حتة كمان ليبستيك خفية كده في الدراي داون، مدياله احساس باودري شيك. العطر ده من كتر ما هو جميل بيفكرني بعطور الفانيليا الزهرية. يعني ما بحسش معاه ان هو غريب عليا. يعني عارفين لما تحسوا ان حاجة حبيبتي دي شبهي، هو العطر ده كده. حتى فكرني بأسينا، شايفاه سهل الإرضاء. لو حبيتي ايدول اورا، انا بقولك فكرني بحاجات، مش معنى كده ان هو شبههم بالظبط، لا هو مختلف شويه بس بيديكي فايبس قريبه. فانا شايفاه سهل الارضاء. لو حبيتي ايدول اورا او اولمبيا، العطرين دول من اكتر العطور اللي انا بحبها جدا، وبحب فيهم النوتة الملحيه ونوتة الفانيلا. فالعطر ده انا بضمه ليهم رغم اختلافه عنهم، يعني هما كلهم مختلفين عن بعض، ولكن هو ممكن يكون قريب شوية من العطور اللي ذكرتها من باث اند بادي. ولكن العطر ده هل هجيبه فول سايز؟ عمري ما هجيبه فول سايز الا لو نزل في اوفر كويس يستحق سعره. لكن سعره اللي موجود حاليا مبالغ فيه جدا، وبصراحة لا يستحق. لا شكل الازازة بالنسبة لي ملفت لدرجة ان انا اجيبه، ولا الاداء بتاعه مخليني عايزة اجيبه، خاصة ان هو شبه مستات عندي. ولكن هو ريحته حلوة، انا احبها واحب انها تكون عندي لو سعرها مناسب. انا احب قوي ادفع قيمة مقابل سعر، مش اي صرف والسلام. بعد كده من اشهر العطور اللي انتشرت مؤخرا وهي فالايا دي مارلي. كل الناس بتتكلم على قد ايه ده عطر ماسكي فلوري، عطر ريحته نظافة زهرية، وهو كده فعلا. بس العطر ده من اول ما شميته وانا حسيت ريحته مألوفة جدا.
ريحته شبه عطور كتير ممكن اكون شميتها، ممكن ما كنتش قدرت اطلع العطر اللي بعينه شبهه، ولكن هو شبه عطور كتير. وغالبا العطور اللي هو شبهها دي شبه حاجة من اوريفلام انا جربتها قبل كده. يعني مثلا هو فكرني باجواء انفينيتا، بس ممكن يكون هو مش نفس العطر مش نفس الريحة بالظبط، بس هو شبهها. هو الناس اللي بتحب ماي واي وبتحب الحاجات دي هتحبه جدا. ولكن العطر ده عبارة عن ريحة زهور بيضة باودري، ريحتها ماسكي، ريحتها فيها دراي شوية، وفي نفس الوقت فريش قوي فريش قوي. تحسي ان انتي بتشمي زهور بيضة بس كأنك فعلا ماسكة بوكيه ورد ابيض في فرح. يعني هو شكله او ريحته شبه عروسة ماسكة بوكيه ابيض كتير قوي. عارفين الورد الابيض الصغنون الكتير ده؟ هو العطر ده ريحته كده. فكرني قوي بفلور ناركوتيك اكسينيلو، ده انا كنت جربته في الحاجات اللي هي اللي بتيجي محاكاة وكده، زي بتاع افنان بوكيه اللي هو لونه اخضر شبهه كده قوي. فكرني بيه جدا. ده من العطور الفريش اللي هي ريحة الزهور فيها لاكتوني كده، وفي نفس الوقت باودري، وفي نفس الوقت تحسيها دراي. عطر كده الناس اللي يحبوا بيور بويزن، مع ان بيور بويزن احلى كتير بصراحة، بس هيحبوه. او لو حبيتي رير بيرلز بتاعت ايفون القديمة دي هتحبيه برضو. مش نفس الريحة بس نفس الاجواء. الناس تحب بيربل لندن اللي هي العطور اللي فيها الاحساس الزهور فريش. ولكن للامانة الزهور هنا نقية جدا بصراحة. الزهور البيضة اللي فيه هنا مريحة قوي ونقية، وحتى لو انت ملكيش في الزهور البيضة قوي اعتقد العطر ده هيعدي. يعني هيبقى من العطور الخفيفة الحلوة اللي تعدي عليكي. العطر ده بيبدأ بالالدهيات اللي هي ريحة الصابون مع الخوخ والبرجموت والمندرين. عندك الافتتاحية صوبي كده ومعاها احساس سترسي ولكن مسكر، مش حاد خالص زي مثلا حاجات شانيل، لا هو ريحته حلوة كده وناعمة في الهادي. وبعدين القلب بتاعه عبارة عن زهور بيضة متنوعة زي زنابق الوادي وزهر البرتقال ونجيل الهند، وشوية مركبات صناعية عطرية زي البيتاليا ونيمفيال والماهونيا اللي تصنف من الفواكه، اللي هي بتدي احساس شوية زهري فاكهي هنا، فمخليه العطر شوية ممكن يكون سويت حبة. والمسك والامبروكسان والفانيليا. فالعطر ده فيه تاتش سويت مع ريحة الزهور وريحة المسك وريحة الاحساس الصوبي ده، مخلي العطر الى حد ما مقبول. فهو برضو عطر معتدل رغم وجود المركبات الصناعيه اللي فيه، الا انك لما بترشيه بتحسيش ان هو مزعج. هو ممكن المركبات الكيميائيه اللي موجوده فيه ممكن تكون معليه من فوحانه، انا اول ما برش بحس ان هو بيملى المكان فعلا. ولكن هل هو بيثبت؟ بصراحه ما بحسوش بيثبت قوي. هو ممكن يكون ثباته متوسط، ممكن لو اوفر سبراي منه يعني يقعد اكتر من كده. وكل ما بيبرد مش بحس ان حط حاجه مميزه للاسف. يعني يمكن بحب في تحيته اكتر من لما بيبتدي يبرد. فهل هو يستحق؟ الحقيقه لا يستحق الضجه ولا اي شيء. هو مجرد عطر زهري مسكي خفيف عادي جدا، شبه حاجات كتير قوي وشبه عطور كتير قوي ممكن اي حد يلاقيها بسهوله في براندات ارخص كتير. بعد كده جربت من ايسي مياكي ادروب. انا طبعا عندي ادروب اللي هي الاولانيه اللي هي البيضه، وانا جربت الاول سامبل وبعدين لما عجبتني اشتريت الفول سايز وريته لكم في كذا فيديو قبل كده. بعد كده جات لي السامبل دي على سبيل الهديه كده في اوردر. السامبل دي اللي هي الاصدار الفريش منها، دي المفروض ان هي شبهها بس بريحتها فريش اكتر. العطر ده المفروض ان هو ريحته اكواتيك، ريحته مائيه اكتر، ريحته فلورال اكتر. انا بالنسبه لي البيضه عباره عن ريحه صابونه بريحه الليلك. يعني لكم ان تتخيلوا هي ريحتها صوبي ازاي، كأنك فعلا صابونة متحركة في البيت، كأنك بتطلعي بابلز كده من كتر النظافة. ده بقى مكوناته عبارة عن ريحة مية المطر مع ريحة المية عامة اللي هي الوتري نوتس اللي هي ريحة مية اكواتيك قوي يعني، مع ريحة الورد الدمشقي مع ريحة الليلك، معاهم ريحة امبروكس واخشاب وطحالب، وكمان المفروض ان فيهم خشب الارز. طيب العطر ده يا هبه انتي بتشمي منه ايه؟ بصوا هو شبه اضرب قوي الابيض، ولكن النسخه دي تعتبر بالنسبه لي نسخه مخففه منه. الفرق بينهم ان فريش هنا ريحته بتفتقد لوجود حليب اللوز القوي اللي موجود في ادروب، اللي اصلا كان بيشكل شخصيه ادروب بالنسبه لي، وكان مديها الاحساس الشاوري الشامبوهي، الاحساس الصوبي القوي قوي مع الليلك. العطر ده بقى عباره عن البابلز اللي بتتطاير من الفقاقيع الكتير اللي موجوده. يعني هتحسي كأن العطر ده ريحة المية مع الهاند ووش الفريش المنعش دي،
كأنك بتشم ريحة الجو بعد مطرة، بعد ما كان في صابون كتير هنا في المكان والمكان ريحته نظافة. هو ده ريحة نقاء الجو، ريحة الهوا بعد المطرة ما انتهت وخلصت وشالت كل الغبار والتراب اللي كان موجود. ثباته بقى اضعف بكتير من ثبات اضرب للأسف، وده اللي طبيعة مكوناته، ان هي كل مكوناته عبارة عن نوتات مائية اصلا. ولكن اول ما بترشيه فوحانه كويس. العطر ده هل يستحق برضو الشراء؟ الحقيقة لا. لو هقارن ما بينه وبين اضرب، انا اجيب اضرب، انا اجيب ريحة الصابون نفسه. بالنسبة لي كمان سعرها اعلى كتير من ادائها واعلى من وجودها كعطر يعني، بس الناس اللي بتحب الحاجات الاكواتيك هتعجبها. بعدين بقى ليدي امبلم، وانا عندي منها دلوقتي 2. انا كنت جربت زمان اللي هي ليدي امبلم الاودو برفيوم العادية، في معايا دلوقتي اللي هي الاو والاليكسر. انا هقول لكم انا حبيت ايه. هبتدي باللي حبيتها وهي الاو. ده بقى عطر زهري فريش بارد منعش ممتع، عطر هواة العطور الفاكهية المسكية اللي فيها حمضيات. العطر ده بيبدأ بالبرتقال والخوخ وأوراق اليوسفي والليتشي والبرجمود، دي كده كبداية حمضية، ولكن سرعان بقى ما بتختفي وبيظهر معاكي سكرية الكمثرى مع نغمات زهرية خضرة كده من المجنوليا والياسمين، وشوية احساس اكواتيك من الفانيليا وزنابق الوادي. بينعم بقى كل ده ريحة بتلات الورد البينك اللي بيخلي العطر ده بيقطر انوثة وبيديله عمق ودفء لحظي كده. بتلاقيه بيعمل زي تويست، بيخلي العطر بيروح لسكة اعمق شوية. كل لما بيهدى تتراجع فيه الحمضيات ويظهر فيه المسك والاخشاب والعنبر والكشمير والصمغيات، كل ده بيبتدي يظهر. كل ده بيزود العطر رصانة وشياكة وبيديله بعد تاني، مخلي العطر هنا يمكن افضل نسخة جربتها من عطور ليدي امبلم، اللي اصلا دايما كان بيضايقني فيها الاحساس الارثي اللي موجود في اول اصدار. لكن هنا العطر اشبه بهاند ووش فاخر بريحة منعشة مريحة معبأة بالانوثة، عطر متزن بين الفواكه والزهور والاخشاب والمسك. ثباته اداؤه متوسط للناس اللي بتحب العطور زي بتاعه كوش والعطور اللي هي فيها التوليفة الزهرية المسكية الفريش اللي فيها احساس صيفي، هيعجبهم العطر ده. هو معظم العطور الصيفي اللي بتبقى فريش قوي كده بتبقى ادائها متوسط. نروح بقى لليدي امبلم اليكزر اللي هي النسخة الاكثر نضجا في 3 انواع اللي ممكن اكون جربتهم. هنا بقى هتشمي ريحة وردة سبايسي مع فلفل اسود، معاهم ريحة باتشولي ايرسي مع ريحة الايرس اللي بتديكي ريحة شبه لام الرصاص كده. بالنسبة لأنفي أنا دول أكتر حاجة واضحة في المكونات كلها. الفاكهة والفانيليا هنا ضعاف قوي، ولكن العطر نفسه ناضج وقوي ومحتاج حد يكون بيحب العطور القوية وعطور الورود. أنا حبيته يعني نوعا ما، لأن أوقات بحس إني محتاجة أشم عطور ورد ناضجة. يعني بيجي عليكي وقت كده تحسي ايه النضج الغريب اللي نزل عليا ده، بس انا عايزه اشم دلوقتي ريحه شيك، ريحه ناضجه، ريحه فيها عقل، ولكن مش الاستخدام الدائم. كمان البودرية اللي هنا فيها الايرس بتاعها مش نوع البودرية اللي بتعجبني، يعني فكرني حبة بعطر بارادايس من اوريفلام اللي انا بشوفه من ارقى العطور اللي ممكن اكون جربتها. فيها نوتة الفلفل الاسود عميقة وقوية، بس مش اي حد بيقبلها، ولكن ده عطر متفتح عنه شوية، في مكونات ممكن تكون متناغمة اكتر، الفلفل فيه انعم، الورود فيه اوضح. اجمالا انا حبيت العطر ده، هو بغير بيه مودي من وقت للتاني، ولكن مش هقدر اشتري منه اكتر من ديكانت لو حبيت يعني، او ان انا اجيب كام سامبل من دول كده وقت ما احب ان ارش منه، لان الباتشولي فيه ممكن يكون احلى شوية من اول اصدار، ولاني بحس فيه بالانوثة. لكن هل ممكن اشتريه يوما ما فول بوتل؟ الحقيقة لغاية دلوقتي لا. وطبعا ثباته فوحانه احلى كتير من اللي قبله. عطرين من اشهر العطور الزهرية اللي انتشرت مؤخرا وموجودة ترافل سايز والسامبلز بتاعتها في كل حتة، وهي عطور إرماس تويليا اوبوفري وتويليا اللي هي العادية الايودو بارفا.
واتفاجئت لما جربت السامبل دي ان انا حبيت العادية اكتر شوية او احترمتها اكتر. العطر ده عطر زهور بيضة وفيه ريحة فريش وفيه احساس انيماليك وفيه فانيليا وفيه باودر. العطر ده ريحته عبارة عن ايه او مكوناته عبارة عن ايه؟ هو بيبدأ بالجنجر اللي هو الجنزبيل مع البرتقان المر والبرجموت، فعندك افتتاحية سبايسي حمضية شوية مع قلب مليان زهور بيضة زي الياسمين والأورنج بلوسوم والتوبي روز، والقاعدة عبارة عن فانيليا وخشب صندل. فالعطر أول ما بتشميه تحسي ان هو عطر ناضج جدا، عطر مداماتي كده، يعني حد كده ناضج قوي، ليدي بوس قوي، واحدة مديرة حطاه. هو عطر مكتبي وكبير ناضج يعني، وانتي حطاه هتحسي ان انتي بتشمي حد كبير شويه كده. رغم ان انا حسيت بشياكته، يعني الناس اللي بيحبوا كوكو مادموزيل والحاجات دي اعتقد هيحبوا العطر ده رغم اختلاف الرائحة. هو العطر يعني انا شايفاه متوازن شوية ما بين ريحة الزهور والتوبي روز وريحة الحمضيات وكده، والفانيليا فيه خفيفة جدا لا تذكر. وانا بالنسبة لي العطر ده ريحته مامهات قوي، ولكن عايزه اقول لكم العطر ده ليه هيبه الامهات فعلا. يعني انت لما تشميه تحسي ان انت محترماه، رغم انه ممكن يكون مش ذوقك بس انت محترماه. بس ريحه الياسمين هنا شويه قلبة على ريحة الياسمين اللي بتستخدم شوية في المبيدات الحشرية. يعني أنا مش عايزة أقول لكم إن هو ريحة مبيد حشري، ولكن هو ريحة الياسمين بتاعة المبيدات الحشرية اللي بتستخدم كمعطر في الحاجات دي اللي هي فاهمين. فهي ريحتها بالنسبة لي شوية بتضايقني ريحة الياسمين دي، وده نوع من أنواع زهور الياسمين ريحته كده. في أنواع تانية ريحتها بتبقى كريمي مخملي، ريحتها باودري، في أنواع تانية من ريحة الياسمين، فبلاش نعمم، مش كل ريحة الياسمين وحشة. اما التاني هو تويليا اوبو فري، وده بقى اول ما جبته كانت تجربتي معاه تجربه سيئه جدا. انا اصلا كنت مبهوره بشكل الباكج وكنت عايزه اجيب اي حاجه من اللاين ده يعني، بس على حظ وقتها كنت مريضه جدا، وكنت معدتي تعبانه قوي، ورحت ساعتها لدكتور بطنه. ومن ساعتها انا ريحته مرتبطه معايا بدكتور البطنه. اول ما برشه ببقى سعيده بافتتاحيته جدا، بتبسط بيها قوي، بحس ان انا شامه ريحه ورود مسكره كده معاها ريحه سبايسي خفيفه جدا. فعلا الكارثة كل ما بيبتدي ان هو يهدى، كل ما بيبتدي يهدى ريحته بتقلب فعلا على ريحة ياسمين بقى اللي انا بقولكوا عليه ده. فريحته بتضايقني، كل ما بيبتدي يبرد ريحته بتضايقني، بتقلب بقى على حاجة شبه ريحة الاوف، ريحة اللي هي السبريهات اللي بتبعد عنكم الحشرات والحاجات دي. بصوا بغض النظر هو ريحته حلوة او وحشة، ومع احترامي الكامل لكل الناس اللي ممكن تكون بتحبه، بس ده وصفي انا ودي تجربتي انا، تحتمل الخطأ او الصح من وجهة نظرك انتي، ولكن هي من وجهة نظري انا فهي دي الصح. يعني انا شماه كده وده اللي انا حاساه، والناس اللي ذوقها زي ذوقي هتشوفه زي ما انا شايفاه. فبصراحة ما حبيتهوش، ورغم ان ثباته وفوحانه حلو جدا جدا، في بقى اصدارات منه تانية، بس الاصدار ده قفلني من كل حاجة طبعا. وعايزه اقول لكم ان من كتر ما انا متضايقه منه انا ساعات برشه في البيت والله عشان خاطر يخلص، ولما برشه حتى على الفرش انا بتضايق من ريحه الشقه وريحه الفرش بعد ما برشه عليه. يعني خدوا بالكم من الحكايه دي. بس عشان برضو يبقى احقاقا للحق واكون قلت الصح يعني، العطر ده ريحته مميزة ومختلفة، هو واول اصدار. اعتقد لو بتحبي الياسمين والباتشولي والورد التقيل هيبقى تجربتك معاه افضل مني. نروح بقى للعطور الآمنة المحبوبة جدا، وهي عطور كوش. العطرين دول من اكتر العطور اللي حبيتهم، عطور صيفي خفيفة اقدر احطهم بمنتهى الامان، يعجبوا كل الاذواق، اختيار سهل وامن لكل اللي محتاجين يجربوا عطور انثوية فريش خفيفة صيفي، يروحوا للبراند دي على طول. ده بقى الاصدار الاودو تواليت، عشان فيه منه الاودو برفيوم. الاودو تواليت يختلف عن الاودو برفيوم، الاودو برفيوم فيه حته ليزر كده، لكن الاودو تواليت ريحته فروتي روزي ستريسي، بيبدا بالكمثرى والجريب فروت البينك والماندرين اورنج، والقلب بتاعه عبارة عن ريحة الورد البلغاري اللي كل الناس بتموت فيه، والفل، وريحة الوايت روز او الورد الابيض، مش الوايت فلوررز. تفرق الورود البيضة اللي هي الورد اللي لونه ابيض زي مثلا وردة التوليب والحاجات دي. عطر على قد شياكته على قد رقته، دايما بتربطوا انتوا الشياكة بالفخامة بالعطور القوية التقيلة. العطر ده رقيق جدا، رقيق وناعم جدا، ونوسة مفرطة. عطر فعلا لاعب وموظف النوتات الزهرية مع النوتات الفاكهية بشكل أنثوي جدا، ومعاه تاتش باودري رائع
رائع رائع. ريحة الورد البلغاري هنا يا الله بتجيبك من اخر الدنيا كده، ريحتها حلوة قوي. يعني الناس اللي بتحب الورد الاحمر وبتحب الروايح اللي زي الكمثرى او الروايح الزهرية الخفيفة او روايح الفروتس الخفيفة، الاندماج ده عامة الصيفي هيحب العطر ده. وانا اعتقد مفيش كائن حي هيشم العطر ده ومش هيعجب بيه، سواء راجل او ست. عيبه بس في الثبات بالنسبه لي، الصنبل مخلياني حاسه ان ثباته ضعيف، ولكن في بعض المستخدمين ليه قالوا لي ان ثباته حلو قوي، فبصراحه انا بفكر اجيبه فول بوتل، مع العلم ان ده تركيز الاودو تواليت، يعني اكيد ثباته مش هيبقى اقوى حاجه، فانا ارجح ان انا اللي صح بصراحه وثباته مش قوي. بس هنشوف. نروح بقى للفلورال اللي هو الاصدار الاودو بارفام اللي المفروض ده يكون ثباته عالي. وهنا بقى هو جه عند نقطة ضعفي، وهو التروبيكال نوتس. العطر ده هو عطر زهري سترسي ولكن تروبيكال، يعني هتلاقوا فيه نوتات من الفواكه اللي فيها ريحة استوائية زي الباينابل، الأناناس. الأناناس هنا من أول ما بتشم العطر ده ريحته جميلة كريمي حلوة قوي قوي ريحته، مع الحمضيات في البداية زي الاورنج والليمون والبرجموت والفلفل الوردي هي اللي مغطية برضو. الاناناس هنا ريحته مش سيربي، مش ريحة اناناس مزز، لا ريحته هنا كريمي كده، تحسي كأنها ايس كريم اناناس. ومعاهم ريحة جاردينيا والتي روز والفل، ومعاهم زهرة اسمها هاديون. الزهرة دي المفروض بتدي ريحة شبه ريحة الياسمين شوية. اما القاعدة عبارة عن فانيليا واخشاب وباتشولي وماسك وصندالوود. عارفين لو الورود المهدئة للأعصاب بتتعمل في مشروب وبتتشرب هيكون هو العطر ده. العطر ده اول ما بترشيه زي ما قلت لكم بتشموا ريحه الاناناس، هنا كانه ايس كريم اناناس، فانت بتشمي ريحه اناناس بس بريحه كريمي كده، فاهمين، على فانيليا، ومعاه ريحه الحمضيات اللي اتكلمنا عنها ولكن بشكل خفيف، يعني ريحتها غريبه جدا بسيطه قوي. الواضح هنا في العطر ده هو ريحه الورد. الورد هنا هو نفس اندماج الورد مع الباتشولي اللي احنا متعودين عليه في عطور كتير جدا، ولكن الاندماج هنا بشكل ناعم مسكر، يعني الورد مع الباتشولي مسكر قوي. فكرني شوية بالزيت اللي كنت جربته من زهور الريف، كان اسمه ايطاليان روز حاجة كده، ايطاليان روز باتشولي حاجة كده. فهو ريحته شبه الروايح دي، هي ريحته ورد فخمة مسكرة، عارفين يعني ده باختصار خالص العطر. بصراحة ريحته جميلة جدا، ريحة الفانيليا باينة فيه، ريحة الورود باينة فيه، ريحته مهدئة تحسيها فعلا بتستجمي وانتي بتشميها، كأنك نايمة في جاكوزي ومليان بقى ورد، مليان بتلات ورد حواليكي، عارفين الشعور ده. وبتاكلي ايس كريم اناناس او بتشربي باينابل كده، فتحسي ان وانتي قاعدة بس هي تكون ايس، يعني هي في ريحة ساقعة في الحوار ده، فتحسي وانتي بتشميه ان انتي مبسوطة جدا. من العطور اللي تعلي معاكي احساس الرفاهية وتشيل ضغوط الحياة. بصراحة حبيته قوي ومحتارة فعلا ما بينه وما بين النسخة الاولانية. يمكن انا لو رحت لده ممكن اروح له بسبب تركيزه او بسبب ثباته، برضو اتقالي ان ثباته قوي رغم ان انا من السامبل ما حسيتش. نروح بقى للفقرة المحببة، وهي ازاي تعملي معطر لشعرك امن جدا يرطب شعرك يخلي ريحته حلوة وفواحة طول الوقت. هنحتاج كونتينر عادي زي ده. عايزه بس اوريكم قوام هير برفيوم اللي انا عاملاه قد ايه حلو، وقد ايه لوشاني كده، وقد ايه بيرطب وبيطر الشعر، ومش محتاجه ان انتي تبلي شعرك قبل ما تحطي عليه اي حاجه. اول حاجه هنستخدمها او هنحتاجها هي ميه الورد، وانا بفضل ميه الورد عن الميه المقطره، لان ميه الورد من الحاجات اللي اصلا بترطب، ده غير ان بيبقى فيها سنت خفيفه كده ريحتها حلوه اصلا معطره حتى من غير ما تحطي عليها اي تعطير. وبعد كده هنحتاج اي ليف ان عندك شعرك يكون بيحبه، اي ليف ان شعرك بيحبه، شعرك بيجي عليه بيطري شعرك، بتحسي ان هو بيدي لمعان بيغذي شعرك، اي ليف ان عندك اي نوع اي نوع. ولكن انا بفضل ان يكون قوامه تقيل، لان كل ما كان قوامه تقيل كل ما كان تخفيفه حلو ليكي، يعني عارفين الحاجات الخفيفه لما تخففيها اكتر مش هتحسي بتاثيرها، لكن التقيل لما تخففيه هيبقى حلو. ده برضو تفضيلي الشخصي. هتحطي من الليف ان هنا كام بامب كده حلوين على ميه الورد على حسب كميه الميه الورد. انا عن نفسي بحط كميه محترمه عشان يرطب لي شعري، فانا بستخدم كميه حلوه قوي منه. يعني مثلا لو هحط على الازازه دي كلها فهخلي التلت والتلتين، هخلي التلت هو للليف ان والتلتين هيكون للميه.
بعد كده التركة الجامدة جدا اللي انا بعملها، وهي اني بزود اي زيت. يعني انا بسيب مكان كده مساحة فيها وبزود اي نوع زيت عندي انا بفضله. وانا عامه بحب زيت الارجان لانه خفيف، وبرده عندك زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو. دول الثلاث انواع زيوت اللي انا بحبهم جدا، وبحس ان هم بيدوا ترطيب عالي وخفاف جدا على الشعر. وده عشان ما نعملش بيلد اب كتير على شعرنا. في ناس بتحب زيت الزيتون، في ناس بتحب زيت جوز الهند. هقولك تمام، بس انا شعري ما بيحبهمش وما جربتهمش. انا بقولك اللي انا جربتهم. بعدين بقى بحط اي زيت عطري عندي، ويا سلام بقى لو دون ده بقى ريحته يا جماعه محتاجه نقطة نقطتين بالكتير قوي على الازازة الكبيرة دي، وحرفيا شوفي الفوحان والريحة والثبات اللي بيبقى في شعرك. اولا مش مستحب ابدا ان انت تزودي من الزيت العطري في الهير برفيوم عشان ما ينشفش الشعر. فعشان كده انا بقول لكم نقطة او نقطتين على كل الكمية اللي قدامكم دي، هيخلوا ريحة الهير برفيوم فظيعة. ريحة الشعر بتقعد باليومين، خاصة بقى الولاد عشان شعرهم قصير وقريب من فروة الراس. ريحة شعرهم بتقعد بالايام عن البنات. يعني انا ابني كل لما حد يقرب منه يقول لي انت حاطه له ايه في شعره، اكتر كمان من اخته. يعني لان طبعا البنات بتحطي على الاطراف، لكن الولاد الاطراف بتاعته بتبقى قريبه شويه من الفروه، فبيبقى فيها سخونيه فبتفوح الريحه اكتر. انا عايزه اقول لكم ان بسبب ريحه شعري بتاعت ابني دي، ازازه دون التانية اللي هي الزيت دي اتاخدت مني، اخويا خدها مني لما شم ريحتها وعجبته قوي كده. فده من الحاجات اللي ممكن تخلي ريحه الشعر تحفه. برضو ممكن تستخدميه كبادي ميست بان انتي تزوديه على اي برضو ميه ورد. وعندك اختيارين، اول واحد فيهم ان انتي تحطي اي دراي اويل او اي بيبي اويل، اي بادي اويل خفيف كده تزوديه على الميه مع الزيت العطري. وفي اختيار تاني ان انتي تحطي اي بادي لوشن خفيف برضو عندك يكون سنتد كده مع البادي اويل يكون ماشي معاه، وعلى الميه بتاعت ميه الورد دي. لان ميه الورد مش من الحاجات اللي بتعفن او بتعمل بكتيريا، يعني زي الميه العاديه او الميه المقطره بيبقى ليها عمر. ميه الورد بتعيش اكتر. فغير ان هي مرطبه ومعطره زي ما قلت لكم، بس الاهم عندي انك ترشيها على الجسم مش على الهدوم. يعني عشان بس نبقى واضحين، لان ممكن حد يقولك عملت بادي ميست رش على الهدوم فتبقعي وتبوظي الهدوم. وبرده في فكرة تانية، وهي ان انتي تحطي دايركت من الزيت العطري دوت على اي بادي اويل عندك، ولكن منصحش ان انتي تفرديه على مساحات كبيرة بدون تخفيف يا جماعة. ولو هنستخدمه على اي بادي اويل برضو نخففه، عشان مش عايزين نفرد على مساحات واسعة ويعمل لنا مشاكل جلدية حساسية. مش كل الزيوت العطرية امنة انها تتحط على الجسم دايركت كده. وما تنسوش اي حاجة بنحطها على جسمنا او على شعرنا او على وشنا، جسمنا بيمتصها وبتروح للكبد والكلى وبتتفلتر. فنقلل برضو من الحاجات دي، نخلينا في اماكن النبض في مساحات صغيرة عشان ما نعملش مشاكل. وبس كده يا بنات، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم تاني في فيديو جديد، فيديو ريحته احلى. مع السلامة.